نادي الزمالك بيخسر من نادي فاركو 3-0. حتى بتوع اللبوس كسبوكوا، طب فاضل مين تاني ما كسبكوش؟ اداره نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك هم السبب في اللي فيه النادي حاليا. وفي الفيديو ده هقول لكم ليه. وامير مرتضى منصور لازم اول واحد يمشي من نادي الزمالك، وفي الفيديو ده برضه هقول لكم ليه، لان هو سبب كل الكوارث اللي فيها النادي حاليا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم على صفحتكم كوره مشكل على اليوتيوب. نادي الزمالك بيخسر من نادي فاركو 3-0، ومش هتكلم كتير في فنيات لان اتكلمت فيها قبل كده وقلت ان نادي الزمالك اي فريق هيلعبه دفاعيا بشكل منظم كويس وهيلعب معاه تحت الكوره هيكسب نادي الزمالك لا محاله. جماهير نادي الزمالك كانت فرحانه بالفوز على فيوتشر وقبل كده الفوز على حرس الحدود والاسماعيلي. يا جماعه ركزوا، الفرق دي لعبت قدام نادي الزمالك بطريقه مفتوحه زياده عن اللزوم، فنادي الزمالك قدر ان هو يفوز عليها. لكن اي حد بيتكتل دفاعيا امام نادي الزمالك، نادي الزمالك ما بيلاقيش اي حلول. وعشان كده كنت دايما بقول ان نادي الزمالك الحل الوحيد ليه محمد ابراهيم او عبد الله السعيد او بالحج. هو جاب عبد الحج وما قدرش ان هو وما قدرش ان هو يأيده. اللي انا بقوله بقى في فكره ان جماهير نادي الزمالك هي السبب في اللي بيحصل ده، لان جماهير نادي الزمالك عارفه المشكله فين وبتلوم غيره، عارفه المشكله فين وصاحب المشكله ده بتقعد تبرر له. جماهير نادي الزمالك كلها عارفه ان المشكله في الاداره وامير مرتضى منصور. جماهير نادي الزمالك بقى ما لمتهمش. كتير من جماهير نادي الزمالك على السوشيال ميديا كان بيلوم فريرة، اصله بيلعب بطريقه ما تناسبش النادي، هو ليه ما بيلعبش عبد الله نيمار باك يمين، هو ليه ما بيلعبش 4-4-2 ولا 4-3-3، هو اللي بيلعب بثلاثه في خط. طب اهو الراجل اديك لعبت النهارده ب 4-3-3 وعبد الله نيمار باك يمين واسمه، عملت ايه؟ شلت بالثلاثه. ففريرا الراجل ما كانش هو السبب الاداره اللي ما جابتلكش صفقات عشان الراجل ده يعمل لك اكتر من اسلوب لعب، لان اسلوب اللعب اللي هو كان معتمد عليه السنه اللي فاتت خلاص اتحفظ. فالراجل لازم كان يبتكر اكتر من اسلوب لعب عشان يقدر ان هو يفوز في اكتر من مباراه. لكن اغلب الفرق خلاص حفظته، واغلب المدربين اللي في مصر حفظت طريقه اللعب دي، فبتقدر تقفل قدامه والموضوع خلاص انتهى، وانت ما جبتلوش الصفقات اللي يقدر يطور بيها لعبه. فالمشكله في الاداره اللي ما جابتوش صفقات، الاداره الفاشله، وامير مرتضى منصور الفاشل اللي قعد سنه كامله بيفكر ان هو يجيب صفقات ايه وفي الاخر جاب سامسون. انت متخيل ان واحد يعني امير مرتضى منصور قعد سنه كامله يفكر عشان في النهايه يجيب سامسون؟ نادي الزمالك كان موقوف قيد سنه كامله وفي النهايه هي دي الصفقات اللي تجيبها؟ هو ده مدير الكوره الشاطر؟ امال لو ما كانش شاطر كان عمل ايه؟ يعني لو ما كانش شاطر كان ضحكوا عليه وبقوا له كابتن ماجد اللي في الكرتون. ايه الهبل ده يعني جماهير نادي الزمالك اللي بتلوم فريرة او بتلوم بعض اللعيبه او الى غيره، بتلومهم على ايه؟ ما انت عارف المشكله فين وعارف سبب المشكله فين. امير مرتضى منصور بالذات، انا لو من جماهير نادي الزمالك اول واحد اطالب برحيله هو امير مرتضى منصور، لان زي ما بقول ده راجل قعد سنه كامله يفكر في ان هو يجيب صفقات. سنه كامله الزمالك موقوف قيد عشان الراجل ده يفكر كده ويروح يجيب صفقات، لا راح جاب سامسون وابراهيم النضاي اللي عنده اصابه، كل ده ومدير كوره شاطر في الاخر، والناس تطلع تقارنه مثلا بسيد عبد الحفيظ او بكابتن سيد عبد الحفيظ، مع احترامي الكامل ليه، يعني انا بحب كابتن سيد جدا، راجل في شغله 10/10. ايه ده؟ ناخد الناس تقارنه وتقول لك بكابتن سيد عبد الحفيظ ويقول لك ان ده مدير كوره شاطر ده اللي هيغطي على سيد عبد الحفيظ وده اللي هيعمل ايه. يا عم الكلام الهبل، جبت الكلام الهبل ده منين؟ ده راجل قعد سنه يفكر عشان في الاخر يجيب سامسون، سنه كامله عشان وابراهيم احمد القندوسي الصفقه الاخيره ما فضحته وفضحت فكره النسب اللي بتتاخد والعملات اللي بتتاخد. انت كجمهور نادي الزمالك دلوقتي ما انت عارف المشكله فين، ما تلوم الناس دي على المشكله، انت بتلوم غيرهم ليه؟ فانا جمهور نادي الزمالك ودي نصيحه اخويه مني والله العظيم، اعرف مشكلتك فين عشان تعرف تحلها، اعرف مشاكلك بالظبط فين وحدد مين المسؤول عشان تعرف ان انت تحل مشاكلك دي. لكن لو فضلت الاداره بالشكل ده وفضلت انت تبرر لها زي ما بتبرر لها مشكلتها مع اتحاد الكوره، يبقى عمرك ما هتحل مشكله. لوم رئيس ناديك، ايه اللي خلاك بعد ما عملت صفقات انت روح روم بقى كده مرتضى منصور قول له ايه اللي وداك عند الاتحاد الكوره الساعه 12 بالليل ولا الساعه 11 بالليل؟ ما رحتش ليه قبل باب القيد بيوم او 2 أو 3 تأيد الصفقات؟ ايه اللي مخليك تروح قبل قفل باب القيد بالساعه 11 بالليل؟ يبقى انت اللي عايز اصلا تخترع مشكله، انت اللي عايز تعمل مشكله من لا مشكله.
الانديه كلها ايدت لعبتها والموضوع انتهى والموضوع خلص. انت ايه اللي مأخرك لحد اخر يوم في قبل باب القطب ساعه؟ يبقى انت اللي عايز تعمل مشاكل، انت اللي عايز تدخل نادي الزمالك في دوامه هو ملوش علاقه بيها، وفي الاخر انت عايز تشتم، قاعد بتشتم حازم امام، وقاعد بتشتم ده وقاعد بتشتم ده، ووراك شويه ناس معلش يعني انا اسف مغفلين بيصدقوك. لا، يبقى انت معلش ده هبل اللي بيحصل من جماهير نادي الزمالك في ان هي تأيد مرتضى منصور بالشكل ده، ده هبل وعلى مصلحه النادي، ولو هتفضلوا تأيدوه يبقى انسوا نادي الزمالك. فنصيحه مني لجمهور نادي الزمالك، انت عارف اصل المشكله فين، ما تلومش غيره، لومه هو. لا انا عن نفسي بتوقعه لنادي الزمالك الفتره اللي جايه من سيء لاسوء. وكلمه اخيره حابب اقولها للكابتن اسامه نبيه، اديك يا كابتن اسامه وقفت على الخط، ها عملت ايه يا كابتن اسامه؟ كنت زعلان لما فريرة في مره زعلك ورجعك من على الخط، بعد ما وقفت على الخط يا كابتن اسامه عملت ايه؟ اتمنى جمهور نادي الزمالك يفوق وان هو يحمي ناديه اكتر من كده ويفكر في مصلحه ناديه اكتر من كده.